انت تعرف ان انت ممكن تعيش سنين طويلة ومشكلة بتكبر جوه جسمك كل يوم وانت ولا حاسس؟ بتصحى تنزل شغلك بتاكل وتنام، مفيش وجع، مفيش دوخة، مفيش اي جرس انذار يا اخي. وده السيناريو المستفز اللي بيحصل مع اغلب حالات السكر من النوع التاني. صلوا على النبي بقى ويلا بينا مع حكاية جديدة من حكايات دكتور سكر. اللي بيحصل في الكواليس ان الانسولين بيبقى موجود، بس خلايا جسمك بتبدا تقفل بمنها في وشهم، اللي احنا بنسميه عندنا مقاومه الانسولين. البنكرياس مش بيسكت، بيعافر وبيقرص على نفسه علشان يطلع انسولين اكتر. يا عم عايز يمشي المركب، بس كمان بينجح، وممكن ينجح معانا لسنين كمان. طول السنين بقى دي البنكرياس بيهلك نفسه علشان يغطي على المشكله. هو انت فاكر ان انت كده زي الفل لحد ما هيجي اليوم اللي البنكرياس فيه هيجيب اخره، وهوب السكر بيبدأ يعلى في جسمك. المشكلة إن حتى لما الأعراض دي بتبدأ تظهر بتستعبطنا، بتعطش ياما، طبيعي ما الجو حر، تهمد وتتعب، ما هو من فرهدة شغلنا بقى. طب وحتى عيننا بتزغلل، تجري تعمل النضارة، وفي أوقات كتير جدا ما بيكونش في أي أعراض، وتبقى رايح تعمل تحاليل بالصدفة وتتفاجئ بالرقم. النوع التاني مش مرض صامت علشان هو خبيث، هو صامت علشان جسمك فضل يداري عليه ويعوض الخلل لحد ما انهار. علشان كده بلاش تستنى جرس الانذار اللي ممكن يضرب متأخر. ولو كان وزنك زايد شوية، حركتك قليلة، أو السكر كان عندك وراثة في العيلة، ممكن تحليل بسيط دلوقتي يوفر عليك مفاجآت بايخة كتير بعدين. استنونا بقى في حكاية جديدة من حكايات دكتور سكر.